بتدور على طقم صالون مميز، خليك معانا في الفيديو ده. هنوريكم طقم صالون بسم الله ما شاء الله، حكاية بمعنى الكلمة. تمام. زي ما انتوا شايفين، اول حاجة بنبدأ بها الفوتيهات بتاعة الطقم. انا بوريكم جنب الفوتيه ده، جنب الفوتيه، مش هوريكم وش الفوتيه الاول، انا هوريكم جنب الفوتيه والشغل بتاعه. كله ده خشب زان، طبعا كله شغل خشب زان يدوي، حاجة بسم الله ما شاء الله محترمة جدا. طبعا كل ده فتيل، مش من الناعم، فتيل طبعا، حاجة بسم الله ما شاء الله من نفس درجة اللون. القماشات دي كلها بارزة. تمام. حاجة مميزة جدا، كل حاجة منسقة مع بعضها. يعني انت تشوف الوردة دي داخل فيها الزهور والالوان والبيج وكده، تلاقي من نفس القماش بتاع السادة. تلاقي الفوتيه كله مستكمل، حاجة بسم الله ما شاء الله. القيمة والشغل ناعمة، شغل كله دهانات فرن، حاجة عالية جدا. انا بوريكم بس ده الفوتيه، ده الفوتيه التاني. انا بوريكم كل التفاصيل اكنكم واقفين قدام الطقم بالظبط. اهم حاجة بس ما تبخلوش علينا بالدعم والاشتراك وتصلوا بينا على النبي، عشان الناس اللي بتحب تشتري ويتشحن لها الشغل، بحب اوضح لها كل التفاصيل بتاعة الطقم. كل حاجة قدامك اهي، اكنك واقف قدامه. يعني وانت واقف قدامه مش هتقلب التقليب اللي انا بقلبه ده في الطقم. تمام. كنبة كبيرة، كنبة حكاية بمعنى الكلمة. كنبة أهم حاجة تبصوا على التفاصيل دي فرنشة لوحدها بتمن. تمام. احنا بنستخسرش في الشغل، احنا بنجيب أحسن حاجة وبنحطها في الشغل. بس أهم حاجة ايه؟ تقولوا لنا رأيكم وتصلوا بينا على النبي. تمام. كل تكوى ولها طعم ولون، يعني كل تكوى زي ما انتوا شايفين لها شكل. تمام. بنحاول نعمل لك حاجة مميزة. شوف الكنبة، انا بس بشدها لكم بعيد عشان الخلفية الخضرة دي يعني بصراحة لازم نغيرها. الطقم فيه شغل جميل جدا. تمام. شايفين ده الشغل، شايفين جنب الكنبة شغل عالي جدا. شايفين رجل الكنبة، شايفين الشغل من تحت، كله ده دورانات ومصنعيات، حاجة فيها شغل ومصنعية، حاجة مميزة جدا. دي الكنبة التانية، كنبة برضو بتبقى نفس شكل الكنبة الكبيرة. تمام. تمام. دي كنبة كبيرة وكنبة صغيرة، والترابيزة بتاعتها ترابيزة مميزة جدا، داخل الخشب مع التنجيد مع الرخام، حاجة عالية جدا زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجة من نفس الشغل بتاع الطقم. تمام. واخر قطعتين معانا الاتنين فوتيه، الاتنين فوتيه صغيرين، الطعمين اللي انتوا شايفينهم ده بيبقى الاتنين فوتيه عكس بعض. يعني انتوا شايفين الاتنين فوتيه ده بيبقوا عكس بعض، الدراع ده عكس الدراع ده، لما يتحطوا جنب بعض اكنهم كنبه صغيره. انت عايزني؟ ها؟ زي ما انتوا شايفين، اول حاجه بنبدا بالصالون ده، صالون حاجه بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كلها خياطات هاند مين، شغلها كله خشب زان 100%. زي ما انتوا شايفين ده كله خشب زان 100%، قيمه ناعمه. طبعا في خشب قيمه بيبقى ضخم او الورد بتاعه كبير، ده بيبقى الناعم، ده بيبقى اغلى من الشغل الكبير. تمام. خدوا بالكم من التفاصيل دي. الفرنشات اغلى حاجة، كل حاجة بسم الله ما شاء الله معمولة. القماش البارز زي ما انتوا شايفين ده، انا بوريكم بس ادق التفاصيل قبل ما اوريكم الصالون. شايفين دي فرنشة بس محطوطة على التكاوي بتاعت المخدات. تمام. طبعا الشغل الدورانات ده بيبقى فيه مصنعية عالية جدا، غير الشغل اللي بيبقى عدل، اللي بيبقى الكنب العدل. انما الشغل الدوران ده
بيبقى شغل مصنعيته عالية جدا. وزي ما انتوا شايفين رجل الكنبة في النص بيبقى رجلتين، وشغل كله قيمة ناعمة، حاجة بسم الله ما شاء الله. والخياطات اللي معمولة في الشلتة حاجة بسم الله ما شاء الله. تمام. دي الكنبة الكبيرة، كنبة مميزة جدا. وطبعا هنا كل دي خياطات في ظهر الكنبة، معمولة خياطات كمبيوتر مع التكاوي، بتدي منظر جميل جدا. تمام. والطقم ده مكوناته كنبة كبيرة وكنبة صغيرة واتنين فوتيه. دي الكنبة الصغيرة، الاتنين بيبقوا قريبين من بعض، بس الكنبة الصغيرة بتبقى أصغر شوية بس. تمام. بتبقى المساحة 2 متر في الكنبة الكبيرة، والصغيرة ممكن تبقى 190، حاجة زي كده. تمام. شايفين الدورانات، شايفين الدورانات والشغل، شايفين برضو انا بوريكم ادق التفاصيل اكنكم واقفين قدام الطقم. شايفين الحليات بتاعة الطقم، كل حاجة بوضحها لكم. شايفين ده كل ده خشب زان ومتحوط بالتنجيد، حاجة بسم الله ما شاء الله. انا بس بوريكم اكنكم واقفين قدام الشغل، عشان الناس اللي بتطلب مني شغل اونلاين بوريهم لهم حق علينا نوريهم الشغل على الطبيعة اكنهم واقفين قدامه. والناس اللي بتشرفنا على راسنا، ده شرف لنا. تمام. والطقم ده معاه 4 فتيه، 4 فتيه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كل الشغل القيمة واحدة. معمول الفوتيه، معمول ظهر تطريز. تمام. ظهر تطريز، لو انت عاوز تخلي التطريز يبقى في القعدة ماشي، عاوز تخليهم سادة عادي، اهم حاجة الوقت. زي ما انتوا شايفين الطقم كل دي مصنعيات وشغل بسم الله ما شاء الله، دهانات فرن، حاجة عالية جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا بوضح لكم كل حاجة، ويا ريت تقولوا لنا رأيكم وتصلوا بينا على النبي. شوف رجلين الفوتيه من تحت من ورا في الشغل الخفيف، بتلاقي الرجلين دي مش مدقوقة او معمول فيها قيمة او معمول فيها حفر، بتلاقيها سادة كده او عدلة او مش شبه الطقم خالص. انما انا بوريك ادق التفاصيل. شوف كل حاجة معمول فيها شغل على مستوى عالي جدا. تمام. المخدة الصغيرة بتاعت الصالون شغل بسم الله ما شاء الله، كله معمول فيها شغل، مفيش حاجة اسمها مش معمول فيها شغل. يبقى الكنبة كبيرة والاتنين فوتيه وكنبة صغيرة، والترابيزة طبعا الترابيزة ده رخام، كله رخام مستورد. تمام. رخام طبيعي يعني، ده حاجة طبيعية يعني. ممكن محدش، بس ده اللي ما اضمنوش يعني. لما اجي اعمل طقم تاني ممكن تبقى فيه رسمة رخام شكل تاني، عشان دي خلقة ربنا بقى بتتغير كل وقت. انما ده نوع رخام برتغالي بيتغير شكله حسب ايه القطعة بتاعت الرخام. طبعا القيمة نفس القيمة، التنجيد داخل مع الخشب، حاجة بسم الله ما شاء الله. ترابيزة مميزة جدا. اخر قطعتين معانا 2 فوتيه صغيرين، 2 فوتيه بسم الله ما شاء الله، يعتبر زي انتيكة كده. اه بيبقوا زي الشفيز كده صغيرين، بيتحطوا زي انتيكة كده، اخدين نفس الفرم ونفس كل حاجة. دي كل مكوناته، صورها جوه شقة العروسة زي ما انتوا شايفين. اللي متابعنا هو اللي هيعرف الأوضة دي احنا مصورينها وعارضينها على صفحتنا، وبعد كده وصلت الحمد لله أسوان، والزبون ركبها ال8 ضرفة وبعتها لنا عشان يشكرنا في الشغل من ناحية التشطيب والجودة وكل حاجة زي ما هو اتفق معايا. سلمته بفضل الله. زي ما انتوا شايفين الدولاب 8 ضرفة، من أكبر الدواليب اللي أنا عملتها. ازاز فاميه وفي ظهره خشب، ومفصلات باكم، قاعدة كلها دراج، شغل بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه.
وطبعا الشغل التفصيل بيبقى تكلفته أعلى من أي شغل تاني. تمام، عشان ده بتتعمل الغرفة لوحدها، فبتبقى لها تكلفة مختلفة عن الشغل اللي أنا بعرضه على الصفحة. هو نفس الخامة ونفس كل حاجة، بس الشغل اللي أنا بعرضه على الصفحة بيتعمل منه 10 أوض، 20 أوضة، فالتكلفة مثلا بتبقى كله داخل في بعضه، فالتكلفة بنقدر نحكمها. إنما أما حد يطلب منه غرفة لوحدها بتفاصيل زي اللي انتوا شايفينها النهاردة دي طبعا غرفة تسريحتها زي ما انتوا شايفين، تسريحة تعتبر تسريحة سفرة، معمول عليها الرخام، معمول الإضاءات، معمول الشغل على أعلى مستوى، معمول معاه قطعة زيادة، معاه شوفونيرة جنب التسريح، معاه قطعة تانية إضافية. فبفضل الله كل حاجة موجودة. وطبعا ما حدش يقول لكم الأوضة كلها خشب زان، مفيش أوضة كلها خشب زان، يعني دي من أغلى الشغل المميز جدا. وما بتتعملش كلها خشب زان إلا في الحاجات الأساسية بس، الإدراج، مكان تربيط المسامير، الحاجات الأساسية في الغرفة. الباقي لازم يبقى كله أبلكاسي روسي وسويد وبياض، الأربع خامات دول لازم هما اللي يبقوا داخلين في الغرفة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده قدام حضراتكم. والسرير الميكانيزم اللي انتوا شايفينه ده بيتعمل بالطلب، يعني برضو بتتسألون عليه، فهو بيتعمل بالطلب، يتعمل في أي غرفة انتوا شايفينها على الصفحة، أي غرفة بيتعمل. أجمل تحية لأجمل زبون اتعاملنا معاه، راجل محترم جدا، يعني هو تعب نفسه وعمل لنا فيديو بإيده ويشكر. والحمد لله حكم، هي بتبقى عملية قرف للزبون. يعني قرف يعني ايه؟ سهلة، يعني ممكن تتفق مع زبون تلاقي الشغلانة معاه صعبة، وفي زبون تيجي تتفق تشتغل معاه تلاقي العملية، بص هو بيساعدك وانت بتساعده، تلاقي الأمور ماشية. مش هي أهم حاجة تتعامل مع مصدر كويس، إيه تساعدوا بعض، هتلاقي العملية ماشية. إيه، في زبون ساعات بيبقى بيشك في صوابعه، يعني تيجي تقول له ده كذا وده كذا، لا يقول لك لا مش عارف ايه، حوارات كتير. فانا بقابل ده وبقابل ده، وبنحاول نتعامل وبنحاول والله كل حاجه نوضحها. ما دام انت بتديني حقك لازم اديك حقك بما يرضي الله. اهم حاجه زي ما انا وضحت المصدر اللي تتعامل معاه بس. دي غرفه، دي برضو سفره كانت بتتعمل على الصفحه بتاعتنا، عملناها بالمقاسات، اي حاجه انت عاوزها بالمقاسات تتعمل لك. تمام، وكل الالوان والتشطيبات حسب رغبة الزبون، يعني الزبون هو اللي طالب الالوان حسب الرغبة بتاعته. كل حاجة تتعمل لك، وكل حاجة لها تكلفة. واللي اول مرة يشوف صفحتنا عليها تشكيل كبير جدا من غرف النوم والسفر والصالونات والانترهات. دي غرفة شباب اطفال، احنا عاملينها له تفصيل زي ما انتوا شايفين برضو. والتسريحة احنا غيرناها، كانت بتمشي عليها تسريحة تانية، احنا عملنا له تسريحة حسب رغبته، بطلباته، بكل حاجة. يشكر على انه بعت لنا فيديو هو اللي مصوره، انا بحاول اشكره في الفيديو عشان هو تعب نفسه وعمل لنا فيديو، وراجل محترم جدا. دي غرفة بيتعمل منها المقاس الكبير 2 متر، وبيتعمل منها المقاس الصغير 1.5 متر، دي 2 متر. تمام، الدولاب ده دولاب غرفة نوم شباب أطفال 2 متر، وكل المفصلات باكم، دولاب جرار. كل الشغل ده معمول حسب طلب الزبون، وكل حاجة متصورة لكم على الطبيعة عشان احنا بنتسأل كتير. إن الناس عاوزة تشرفنا، فاحنا بنحاول نوريكم الشغل من عند الزبون، والزبون هو اللي مصوره. وعاوزين تشرفونا في أي وقت تقدروا تشرفونا في معرضنا سمير الشناوي. ولو المكان بعيد عليكم اطلب الشغل تلاقيه يجيلكم لغاية عندكم. والله الزبون ده ما اجا ولا دخل لي محل، واخد شغل معدي 200,000 جنيه، وهو طالبه بالتليفون وبعت لي كل الحساب بتاعه على التليفون. هي بس لازم يبقى في عملية ثقة بينك وبين اللي بتتعامل معاه، لازم تبقى واثق فيه ما دام انت اتعاملت معاه. بس اهم حاجة المصدر، اما تيجي تتعامل مع زبون لازم
او تاجر لازم تبقى انت عارفه وتعاملت معاه، وهو لازم يثق فيك عشان برضه بيعمل لك شغل بتعب ناس وتعب ايدين ناس، وبيبقى طبعا كله مجهود. فاحنا بنحاول برضه نوصل لكم الصورة، وبنحب تبقوا انتوا دعاية لنا ان شاء الله. في اي وقت الشغل يبقى عندكم دعاية لنا وعلى راسنا. وحابب برضه اوجه نصيحة، طبعا الشغل عامل زي الانسان بالظبط، ما ينفعش انت تاخده وتحطه في مكان مقفول حر وتسيبه فترة طويلة. طبعا الشغل بيتأثر. طبعا الشغل عشان هو خشب طبيعي، الخشب الطبيعي عامل زي الإنسان بياخد ويدي حسب المكان اللي انت فيه. فلازم الشغل يبقى معمول له التهوية بتاعته. محدش يحط برضه على الشغل بعد ما احنا بنسلمه يحط مواد من اللي بتترش، او يقول لك ملمع للأساس، حاجة زي كده ممنوع منعا باتا. ودي غرفة تانية بفضل الله. أنا بس بحاول أعمل لكم فيديو تسليمات، وبحاول أعمل لكم فيديو من داخل المحل، كل حاجة إن شاء الله عشان برضو يوصل لكم الصورة. ولو في معلومة بقدر أوضحها لكم في الفيديو. زي ما انتوا شايفين دي غرفة كانت برضو معروضة على الصفحة بتاعتنا، واحنا بنعرض الشغل وفي ناس بتطلبه من على الصفحة وبيجي لهم لغاية المحافظة بتاعتهم، دي محافظة البحيرة. الطلب مننا برضو أكتر من زبون، مش زبون واحد، اللي بنقدر نصوره بنعرضه لكم، واللي ما نقدرش في أماكن ما بنقدرش نصور فيها، في زبون مش عاوز حد يصور، في زبون ما بنقدرش نصور عنده، فاللي بنقدر نصوره بنعرضه. دي غرفة من محافظة البحيرة كانت معروضة على الصفحة، والزبون بعت لنا برضه عربون والغرفة جات له، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بنصورها لكم. حاجة بسم الله ما شاء الله. أنا عاوزكم تقولوا رأيكم وتصلوا بينا على النبي، وإن شاء الله إحنا كل يوم بنحاول نوريكم حاجات جديدة على صفحتنا. سمير الشناوي في دمياط، وموجود جميع الأذواق بفضل الله. وخليكم معانا لنهاية الفيديو.